من فتره كبيره واحنا مش حاسين بطعم الاكل، وبنلاقي ان الاكل كله مبيدات وما فيهوش الفيتامينز اللي كنا بناخدها منه بقى طعمه زمان. طب احنا عملنا ايه؟ لجأنا للفيتامينات اللي كان معظمها بيبقى مستورد وبيجي بسعر الدولار. دلوقتي لما الدولار بقى غالي جدا، تعالي اقول لك في فاكس ولا جامد النهارده على افضل فيتامينز مصري اقدر استخدمها وبديله كمان للمستورد. طب ليه اصلا انا هضطر اخد فيتامينز؟ لازم ناخد فيتامينز لان احنا الاكل بتاعنا ما فيهوش فيتامينز كفايه يقدر الجسم ان هو يستفيد منها عشان يعوض النقص اللي بيقع من شعرنا وضوافرنا وبشرتنا. دايما بنلاقي ناس عندها كده بقع في بشرتها وضوافرها، ده بيكون نقص من الفيتامينات سواء فيتامين ا او فيتامين د. كل ده تقدري تعوضيه بانك تاخدي فيتامينات تساعدك على نمو الخلايا الجديده. اول فيتامين معانا النهارده او بالاصح هو مكمل غذائي في كير. تعالي اقول لك في كير سعره كام وتقدري تجيبيه منين وهو ايه اصلا. في كير هو مكمل غذائي فيه جميع انواع الفيتامينز تقريبا اللي انت محتاجاها. بصوا كده، هو فيه كولاجين 2000 مللي جرام، وفيه كمان بيوتين 10000 مللي جرام، وفيه حمض الهيكلوريك 50 مللي جرام. طب دول بيعملوا ايه؟ بيساعدوكي ان انت تجددي خلايا بشرتك، بيساعدوكي ان شعرك ما يقعش، ضوافرك، كمان بيصحة الجسم العامة. طب ممكن يستخدموا الاطفال؟ لا، هو لازم فوق 18 سنة. طب سعره كام؟ سعره 230 جنيه ل 30 حبايه و450 جنيه ل 60 حبايه. بتاخدي الصبح حبايه وبالليل حبايه، بيفضل ان انت بعد الاكل بساعه. تاني منتج معانا النهارده هو بيرفكتل فيه برضو بيوتين وزنك وسيلينيوم. البيوتين عشان صحه بشرتك، والزنك عشان شعرك وضوافرك، والسيلينيوم كمان بالاخص عشان ضوافرك. هو اصلا منتج انجليزي بس عملوا منه ده المصري بتاعه سعره حوالي 160 جنيه، والعلبتين مع بعض كانوا ب 340 جنيه. برضو بتاخدي حبايه الصبح وحبايه بالليل. طب هو يغني عن الفي كير؟ ممكن تستخدميه لو انت مش محتاجه ماده فعاله قويه قوي، تقدري تستخدمي البيرفكتل ده. ثالث منتج معانا هو الكلوسيس ده اللي هو زيت كبد الحوت. الماده الفعاله اللي تقدري تستخدميها من الاوميجا 3 او لو بتاكلي سمك كتير. بس احنا مش بناكل الاسماك زي ما المفروض ناكلها من 3 ل 5 مرات في الاسبوع، فعشان كده نقدر نعوض بالكلوسيس ده اللي هو زي ما قلت لك زيت كبد الحوت اللي بيساعدك على التركيز وبيساعدك على تنميه ضوافرك وتنميه شعرك كمان. رابع منتج معانا وهو ملجا ده لالتهاب الاعصاب. فاكرين الحقنه لما كانت ايدك ترتعش او تلاقي كده عروق بتتهز يقولك انت لازم تاخدي حقنه اعصاب وتعوضي بفيتامين ب 12 وفيتامين د؟ لا، دلوقتي الحبوب دي هتساعدك ان انت تعوضي ده عن طريق ان هي فيها بنفيرما وفيها كمان فيتامين بي وفيتامين 6. دول كلهم هيساعدوكي ان اعصابك تكون مرتاحه ومش هتحسي بالارتعاش ده في اعصابك. اخر منتج معانا النهارده جينوفيل ده بقى عشان تحافظي على صحه المفاصل بتاعتك قبل ما تتعب، يعني بناخده كوقايه مش كعلاج بس. فتقدري تستخدميه لو انت حاسه بوجع في مفاصل ركبتك، بوجع في مفاصل ايدك. يعني كان يفضل تستخدميه اكتر في الشتاء من الصيف كمان، لان الحاجات دي بتوجعنا في الشتاء اكتر من الصيف. طب هل انا اقدر اعيش على الفيتامينز بس؟ لا، كل الدراسات اثبتت ان الفيتامينات دي مكملات غذائيه بتساعدك ان حياتك تبقى احسن، انما الاساس بتاعنا الاكل. لازم اكلك دايما يبقى صحي ويكون فيه فيتامينات متنوعه. الخضار طبعا من اهم الحاجات اللي بتديكي الفيتامينز المتنوعه الكتير. انتوا عارفين ان كل لون في الاكل بيدينا حاجه من الفيتامينات. يعني مثلا التفاح بيديكي حديد، المغنيسيوم مثلا ممكن تاخديه من الاسماك. كل حاجه موجوده في الطبيعه تقدر تدينا الفيتامينز دي، بس دي مكملات غذائيه بس. هتاخدي الاساس بتاعك من الاكل وتكملي بالحاجات دي. مش بس الرياضيين اللي بيستخدموا المكملات الغذائيه، احنا كمان كاشخاص عاديه وكمان الاطفال. عشان كده دلوقتي تلاقي الاطفال كلهم الدكاتره بتكتب لهم المكملات الغذائيه دي كانت حلقتنا النهارده من فاكس ولا جامد. قولوا لي بتستخدموا انواع فيتامينز ايه في الكومنتات، واذا كانت مصري او مستورد، ولو مستورد بتقدروا تلاقوها دلوقتي بسهوله في الصيدليات، او ايه البديل المصري بتاعها. اكتبوا لنا بقى في الكومنتات على الحلقات الجايه عايزيننا نتكلم عن ايه في فاكس ولا جامد، واستنونا في حلقات جديده.